السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة هواة بسيطة مع أم البنات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت باش نقدم معكم طورطة بالكريمة، كتجي زوينة وبنينة. إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وتعليق واشتراك باش يوصلكم كل جديد. على بركة الله. واحد الإناء كنديرو نص لتر ديال الحليب، 3 المعالق ديال السكر، و3 المعالق ديال الكريم باتيسير او بودره الكريم باتيسير. كنخلطوها مزيان حتى كتذوب لينا الكريم باتيسير. من بعد كنديروا قشور ديال الحامض نخلطو مزيان باش يتجانس لينا السكر مزيان يذوب والكريم باتيسير ما تبقاش محببه. كنديروها فوق النار حتى كيختار لينا الخليط كيعقد. من بعد كناخذ واحد العصير ديال الحامضه كنديرو ونحركها مزيان. نديرها في شي اناء نخليها شويه تبرد، نغطيها بالبلاستيك الغذائي باش ما تشمش لينا الريحه ديال الثلاجه، حيت حنا غنحطوها في الثلاجه. الا كنتي غتصايبيها في نفس الوقت، انا حطيتها في الكونجيلاتور، ممكن انك تصايبيها الصباح وتحطيها في الثلاجه حتى العشيه عاد تصايبي العجينه. انا حيت في نفس الوقت صايبتها، في نفس الوقت حطيتها غير في الكونجيلاتور باش تبرد ليا دغيا. باش نصايب العجينه او لاباط صابلي عندي 300 غرام ديال الطحين ما يعادل 2 الكيسان ديال العنبه، واحد 3 المعالق ديال السكر، 200 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، واحد القشور ديال الحامض محكوكين، شويه ديال الملحه، نخدموا الزبده غير بالصبع ديالنا حتى كيترمل لينا الطحين مزيان. نديروا شويه ديال الخاطر، هو تياخذ شويه واحد المده، ولكن بالخاطر تنرملوا له الطحين كامل. ما نعجنوها ما والو، غير بالريوس ديال الصبعان ديالنا. كنضيف نصف خماره وهذا الخليط كامل غادي نجمعوه ببيضه وصفر ديال البيضه. البيض انا حتى في الطبيعي غادي ندهن به الطورطه من الفوق. ما نعجنوش العجينه، غير نجمعوها. غير كيف كتجمع لينا العجينه صافي نحبسو، ما ندلكوها ما حتى شي حاجه، حيت هكا كتعجن لاباط صابلي. من بعد كنديرها في البلاستيك الغذائي وكنخليها ترتاح واحد نص ساعه في الثلاجه. كنديروها غير لتحت وكنخليها ترتاح واحد نص ساعه تقريبا. من بعد ما دازت نص ساعه او ربع ساعه صافي كناخذ العجينه ديالي كنقسمها. النصف الكبير هو اللي غادي ندير لتحت، والنصف الصغير نقسمها على يكون طرف كبر من طرف. كناخذ ورق الطهي، ضروري نستعمل ورق الطهي حيت العجينه ديالنا غادي تلصق لينا في سطح العمل الا خدمناها بلا ورق الطهي. وكنغطيها بورق الطهي باش ما تلصق ليناش في المدلك، باش ما نستعملش الدقيق، حيت كون الا استعملت الدقيق غتقصح ليا العجينه. انا كنحاول نتفادى وما نستعملش الدقيق، كنستعمل ورق الطهي. كنطلق العجينه ديالي تكون رقيقه ما تكونش غليظه، وبالاخص الجناب ديالها نحاول اننا نرققهم مزيان.
هنا ناخذ المول اللي غادي نحط فيه العجينه ديالتي، اي مول عندكم. غندير الطبقه التحتانيه ديال العجينه ديال لاباط صابلي، هاد الورق هذا كيساعدك حتى باش تهزي العجينه وتحوليها فين ما بغيتي. اما اللي جيتي تهزيها بيدك ما غاديش، غادي ضروري غتقطع لك. ناخذها بالشكل ديال القالب اللي عندنا، نحاول نقادها بالقالب اللي عندي، نقادها بشويه لان كتهرس بزاف. نحيد الزوائد من الجناب ونقادها مزيان على حساب القالب اللي عندي بحال هاد الطريقه هذه صافي. وغادي نتقبها بالفورشيط باش ما تنفخش ليا. ونحطها على جنب. هذه العجينه الثانيه اللي خلينا منها غير شويه كنهزها هي بنفس الطريقه، كنطلقها على ورق الطهي حتى هي نرققها مزيان، حيت هي اللي غنغطي بها الكريمه اللي غندير في الوسط. ضروري نرقق الجناب بزاف لان الجناب هما اللي تيبقاو شويه غلاظ. من بعد ما طلقنا العجينه ديالنا كناخذوا العجينه اللي صايبنا في المول، تنحطوا الكريمه ديالنا اللي كتكون بردات، والحشو تيبقى اختياري. انا درت الكريمه، درت معها شويه ديال الزبيب، ممكن ديروا الكركاع، ممكن ديروا اللوز، ممكن اي او الفواكه، ممكن ديروا الفخومبواز، ممكن تيبقى الاختيار ديالكم نتوما اللي عندكم. انا درت هادشي اللي عندي في الدار. هنا درت شويه ديال الكاوكاو مهرمش. جا زوين الذوق ديال ما بين الكاوكاو والكريم باتيسير، جا زوين المذاق ديالو صافي. من بعد كنغطي بالعجينه الثانيه اللي طلقت. تنحيد ورق الطي وكيسهل علينا بزاف اننا نهزوها ونحطوها، هو كيساعد بزاف ورق الطي. صافي ونقادها مزيان من الجناب، نحاول ما امكن ما يبقى حتى شي فراغ لداخل. ونحط العجينه على العجينه ونحيد الزوائد اللي عندنا في الجناب. وناخذ واحد الفورشيط نحاول نبرك على الجناب ديال الطرطه ديالنا باش ما تطلعش لنا الكريمه وتخرج، باش تبقى لداخل. نحاول نضغط مزيان من الجناب وفي نفس الوقت تنبرك على المول من برا باش تسد لينا ما تخليش الكريم ديالنا تخرج. من بعد كناخذ واحد العود كنتقبها باش ما تسدش ليا، باش تنفس، باش ما تنفخش ليا العجينه. البيض اللي خلينا من قبل غادي ندهن به الوجه ديال الطرطه ديالنا صافي. تيبقى تزيين اختياري نتيا وكيفاش بغيتي، كيف اي حاجه عندك متوفره ممكن ديريها، ممكن تخليها هكا بلا حتى شي حاجه. انا شاط ليا العجينه ديال لاباط، شاط ليا صافي. درت بها حريبلات بحال هكا وزوقت بها الجناب ديال الطرطه ديالتي. درت كاوكاو في الوسط
صافي كنشعل الفران ديالي يسخن وكنحطها في الفران، يكون عادي بحال اللي كنصايب كيكه، يكون ما يكونش مجهد بزاف. كنخليها تكون العافيه من التحت، نخليها تحمر من التحت مزيان، عاد نشعل الفوق باش يتحمر لي الوجه ديالها. هي كتجي محمره من الجناب، ولكن ما تقيسوهاش وهي لا خرجت من الفران، خصها حتى تبرد مزيان، حيت ملي كتخرج من الفران كتكون باقا كتحرك، تدخل الكريمه باقا سخونه، يعني الا قطعتوها او شي حاجه غيدخل الكريمه كامله. نخليوها حتى تبرد تقريبا واحد نص ساعه ولا هذا، تبرد مزيان وتشد الكريمه في راسها، عاد يمكن لينا نقطعوها. كتجي بارده وزوينه، ومن الاحسن انها تستهلك في نهارها، يعني ما تبقاش حتى لغد لي، حيت هذيك لاباط صابلي كتبرد، اما في النهار اللي كتصايبيها فيه كتكون مكرمله زوينه. وممكن انك تنقصي السكر، ما ديريش القياس السكر اللي انا درت الا كنتي غادي تشربيها مع العصير او مع اتاي حلو، اللي كاين اللي ما تيبغيش الحلاوه، اما اللي تيبغي الحلاوه غادي تجي زوينه معاها، كتجي حلوه زوينه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وكنتمنى اللي وصلت لهاد البلاصه كنتمنى ان يدير معاه لايك ويدير معاه اشتراك باش يوصلوا كل جديد من عندي. شكرا بزاف على المتابعه، شكرا لانكم وصلتوا حتى لهنا، كنتمنى التوفيق للجميع، وشكرا على كل شيء.